طب لو قلت لك دلوقتي مين اكتر نجوميه بقى فيكم؟ انت ولا ربيع ولا مصطفى خاطر ولا محمد عبد الرحمن؟ هقول لك مش هبقى دبلوماسي، لا هقول لك يعني بحكم السوق مش بقلل من ناس من زمايلي، هو السوق بيختلف، يعني مش معنى ان فلان مطلوب السنه دي فهو موهوب اكتر من فلان التاني، هو السوق احنا في سوق تجاري يعني هو مطلوب. فاحنا لو بنتكلم دلوقتي عندنا اكتر اتنين بما انهم عملوا بطولات، فربيع وخاطر متساويين، يعني مش هقدر اقارن ما بينهم، الاتنين حققوا وعملوا بطولات وبيكرروها وبتاع، فلا ربيع وخاطر اكثر انت نجوميه. متصالح مع نفسك يا حمدي؟ ما هعمل ايه، اصل عايشين ننبسط. اصل بجد يعني انا كنت بكلم مره حد من الوسط بقول له مش معنى ان انا مطلوب السنه دي فانا موهوب اكتر منك، او هو احنا بالنسبه للمنتجين او بتاع احنا برضو سلع، السلعه دي مطلوبه السنه دي، ممكن السنه الجايه تبقى انت، وده حصل. يعني انا مثلا بقول لخاطر لو تفتكر احنا في تاني سيزون في تياترو ايام ما كنا مسرح مصر، كان اسمه تياترو مصر، كان ربيع بس اللي شغال فينا، كان هو اللي مطلوب. فهل معنى كده ان الباقيين لا؟ كان هو وقتها ما شاء الله منور، ظهر بعد كده خاطر، عمل بعد كده ربنا كرمني اشتغلت، ربنا كرم كريم، أس حامد، كلنا اشتغلنا يعني كل واحد ليه وقته، كل واحد ليه وقته وكل واحد ليه رزقه هياخده، وهنقعد بقى ان كل واحد فينا يتفزلك ويقول لك واسعى ورا، مش هو كده كده رزقك، انت بتعمل شغلك هيجي، يعني ما فيهاش فلسفه، هو انت انا بعمل اللي عليا. يعني استاذه سمر بتعمل برنامجها فهي بتجتهد في البرنامج دلوقتي، هي مش عارفه ايه اللي جاي، بس هو نتيجه ده بقى بتاعت ربنا فبيجي، انما انا ابقى مخطط ان السنه الجايه اعمل كذا، ما يبقى كذاب اللي يقول كده. دي حقيقه. خلينا نرجع تاني لمسرح مصر بس بعد الفاصل، استنونا. سمعت الكلام الفنان الكبير محمد صبحي قالوا عليكم؟ الكلام الاخير اصل الاستاذ محمد صبحي اتكلم علينا كتير. قال ايه؟ هو كان معترض في فيديو على تسميه مسرح مصر، وقال كلمه مصر كتير قوي على السكتشات. بصي هو مش كلام دبلوماسي، يعني هو استاذ محمد صبحي طبعا انا اقل من ان انا اتكلم عليه كفنان، هو قيمه كبيره وقيمه مسرحيه، بس انا يعني من حقي اختلف معاه في الراي، واختلاف الراي ملوش علاقه بالسن او بالمقامات، يعني ملوش علاقه، واختلاف رايي انا لا كلمه مصر مش كبيره على سكتش او على، يعني احنا مش مطلعين كلمة مصر في حاجة مهينة، احنا مسرح مصر، ده مش عايز ابقى بعمل اعلانات وانا قاعد في اسامي اماكن واسامي محلات واسامي حاجات يبقى اسمه كذا مصر. الكلمة هو قال اصلا ان انتوا ما بتقدموش مسرح، ما بتعملوش مسرح، اوكي، دي سكتشات من وجهة من حق نظر استاذ محمد صبحي ان هو يقول كده بما انه استاذ مسرح وبتاع، يصنفنا سكتشات، يصنفوا، دي حاجة ما تضايقنيش او تضايقنا احنا، تصنيفي كسكتش ده مش حاجة، انا اللي يضايقني ان احنا مسرح مصر احنا مش ما بنقلش ادبنا، اللي بيضايقني ان المفروض ان استاذ محمد صبحي بما اننا يعني واخدينه قامه وبتاع، انا شايف، انا طبعا اقل من ان انا اتكلم عن استاذ محمد صبحي، بس شايف انه ما ينفعش يتكلم عننا انه يقول قله ادب والفنان انه يختار انه يبقى قليل ادب، لا يعني ده لو في عرف اخلاق او في عرف قانون ده سب وقذف، يعني ما ينفعش تقول ان انا اخترت ان انا اكون قليل ادب. انا ما قدمتش قله ادب في مسرح مصر، انا جمهور مسرح مصر كله ناس كبيره، جمهور ناس كبيره في السن، ناس كبيره في المستوى التعليمي، انا بقابل ناس، بقابل شيوخ، بقابل دكاتره، بقابل مستشارين، بقابل مهندسين، بقابل ناس في جميع، بقابل عمال، اطفال، بقابل جمهورنا مش فئه، الكلام ده لو الفنان جمهوري الكبير محمد صبحي تاريخ في المسرح وهو بينصحكم، اوكي، ما انا ليه ما بتكلم خدتوش في بقى النصيحه، بالنصيحه؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه، انا بتكلم في النصيحه، انصحني يا استاذ محمد صبحي، قول لي ان ده سكتش زي ما استاذ محمد صبحي ذكر، قول لي يا ريت تقدموا رساله، بس ما ينفعش انا انصح حد ويعني واوجه له شتيمه، ما ينفعش اقول شباب مسرح مصر اخترتوا تكونوا قلالات الادب، لا الكلمه جارحه، وانا يعني ما ارضاش على نفسي، ما ارضاش على زمايلي، ما ارضاش على اي حد. النقد فني، من حق استاذ محمد صبحي ينقدني وانا اقعد ساكت، انا ما اتكلمش، ده استاذ محمد صبحي يعني قامه كبيره وده ملعبه المسرح، فمن حقه ينقدني، انا بس مختلف معاه في الجزئيه دي بس مش اكتر. انما انا كان في دوره لمهرجان الدولي شرم الشيخ المسرح الشبابي،
كان تحمل الدوره دي اسمه كانت استاذ محمد باسم صبحي، الفنان محمد صبحي، وكرموا وانت كرمت وكرموا فيها. مصطفى خاطر في الافتتاح، وكرموني في الختام، خدت جايزه استفتاء افضل ممثل مسرحي 2018. انا ممثل مسرحي 2018 ما عملتش غير مسرح مصر، فانا مسرح الدوله في دوره باسم استاذ محمد صبحي. انا عارف ان استاذ محمد صبحي اللي ملوش دخل في تصنيف الاستفتاءات او الحاجات دي جوه، لان هو الدوره تحمل اسمه شرفيا، بس فكره مسرح الدوله كرمنا. احنا اولاد مسرح الدوله، اولاد مسرح الجامعه. احنا ما لناش فيديوهات بتنزل ان احنا بنقل ادبنا، يعني ما اعرفش، انا ما اسمعش هو ده. من وجهه نظره بيقول لك انتوا عملتوا فلوس، قدموا بقى فن. ما هو برضو مش كده، يعني مثلا مش تصنيف عملته فلوس وقدمه فن، الكلام ما بيتقالش بالطريقه دي. يعني انا مع استاذ محمد صبحي ما زلت بقول انا معاه ينقدني فنيا كما يشاء، وله احترامه استاذ محمد صبحي وقامه كبيره، واحنا نقعد ساكتين نربى ايدينا ونقعد نسمع، ودي حقيقه. انما لا، ما فيش حاجه اسمها عملت فلوس. طريقه الكلام بالشكل ده مش هتخليني استوعب النصيحه، يعني اتعلمناها. طب سيبك من الفلوس، انت مقتنع باللي انت بتقدمه؟ انا مقتنع ان انا بقدم مسرح مصر، اللي انا بعمله من مسرح مصر ايا كان المسمى اللي انا بقدمه ده، بقدمه بهدف الضحك. اتربينا بقى من اول اسماعيل ياسين، وطبعا مع حفظ الالقاب وبتاع اساتذه كبار، اتربينا على كل الاجيال دي من اول استاذ اسماعيل ياسين ومحمد عوض واستاذ عادل امام واستاذ فؤاد المهندس، كل الاجيال لا بيعملوا افلام. انا معلش، ايه المسج في اسماعيل ياسين في الجيش؟ ايه المسج في افلام فرافيرو بتاعت فؤاد المهندس؟ ايه ضحك، المسج ضحك. افلام استاذ عادل امام في طبعا افلام بيعملها كده وكده، بس قصدي انا بقدم رساله، انا بقدم هدف. ايه هو؟ انا بقدم ضحك. ممكن نتناقش بقى في نوعيه الضحك، انت الضحك ده مثلا، لا الضحك ده بقى بتكرر الافيهات، بقيت نتناقش في ده فنيا. انما انا مش مطالب مني كمسرح مصر ان انا ابقى جهه تعليميه او دينيه او تثقيفيه. انا ما ادعيتش ده فعشان اتسال في ده، يعني ما طلعتش قلت انا هقدم رساله، لا انا مش هعمل ده. طب ممكن اسالك سؤال بقى؟ ايه الفرق بين مسرح مصر وبين مسرح الفنان محمد صبحي؟ مسرح الاستاذ محمد صبحي الروايات، المسرح الروايه اللي ليها بدايه ووسط ونهايه، المسرحيه اللي هو يعني كما يجب ان تكون مسرحيه، بيتقدم فيها شكل استعراضي، بيتقدم فيها شكل غنائي، فيها روايه، فيها اخراج مسرحي بشكل اكبر بتاع. احنا بنقدم برنامج تلفزيوني، احنا بنقدم مسرح بشكل برنامج تلفزيوني، لازم العصر يختلف. معلش، استاذه ام كلثوم واستاذ عبد الحليم حافظ كانت الاغنيه ساعه ونص، والاغنيه بتبقى ساعه، كان منها حوالي مثلا نص ساعه مزيكا في الاول. هل ده متاح دلوقتي؟ هل معنى كده ان عمرو دياب، استاذ عمرو دياب وكل الاساتذه الموجودين اخلوا بالغناء العربي واهانوا للغنى ان هم بيعملوا الاغنيه 6 دقائق؟ العصر اختلف، مش هينفع هنقف عند مرحله، مش هينفع، لان لو وقفنا عند مرحله، انا دلوقتي هقدم مسرحيه 3 ساعات مع احترامي، مش هتبقى. اولا ليه الناس بعدت على المسرح؟ لان المسرح ما بقاش مجزي، بقى ال3 ساعات بيقعدوهم، فبياخد اغلب اليوم، لانه بيقعد فترات بروفات وبتاع، بيقعدوا 3 ساعات دي، وكان المسرح بيتاخر بالليل، فالعصر اختلف عن زمان، ما بقاش في امان دلوقتي ان الناس تروح 2 و3 بالليل. احنا بنخلص مسرح الساعه 11 ونص، الساعه 12 بيقدر يجي لنا شباب لوحدهم، بيقدر يجوا اطفال اهاليهم بيسيبوهم، يعني مش اطفال صغيرين طبعا، بس بيجوا بدري يقدروا عشان يعني كل الناس تقدر تجي لكم. وتيكت المسرح رخيص مش زي زمان. احنا يعني مين يتخيل ان الدنيا كلها بتزيد واحنا تيكت المسرح ارخص من زمان؟ احنا تيكت المسرح زمان اغلى، احنا التيكت دلوقتي قد السينما مثلا، فاللي قادر يروح سينما بيجي المسرح.